السلام عليكم ومرحبا بكم في مطبخ نوال خالي من الغلوتين. اليوم جبت لكم وصفة العجائن الخالية من الغلوتين، اللي هي المكرونة أو المعكرونة، يعني كل واحد كيف يسميها. المهم العجائن الخالية من الغلوتين بطريقة سهلة وبسيطة كما تعودنا. إذا أنا حندير كمية صغيرة، يعني حندير ببيضة واحدة. عندي بياض بيضة واحدة. تقدروا تحطوا البيضة كاملة، ولكن اللي يزعجهم اللي ما يحبوش ريحة البيض نحيو الصفار. وفي كل العجائن اللي ما يحبش ريحة البيض ولا والوصفة يعني تستلزم البيض أو تستدعي البيض، نحيو صفار البيض فقط، مش راح يبدل نتيجة الوصفة يعني أبدا. إذن عندنا بياض البيض، عندنا حوالي 3 ملاعق ماء، عندنا رشة ملح، تقدروا تستغناو عليها، تقدروا ديروهم مسوسين يعني بدون ملح، رشة فقط. وعندي الفارينة، انا حنستخدم هذه النوعية، وانتم استخدموا النوعية اللي موجودة عندكم. الشرط ان تكون خاصة بالخبز، يعني الشرط تكون خاصة بالخبز. نبدأ اولا، من الافضل اني نغربل الفارينة تاعي. نبدأ نلوح الفارينة فوق بياض البيض، وعندي نصف ملعقة صمغ عربي، نصف ملعقة. بهذه الطريقة نغربل الفارينة تاعي. من الأحسن نغربلها، من الأحسن. فوالا، ونبدأ نخلط. نبدأ نضيف في الفارينة أو طحين الذرة. وبالنسبة للناس اللي يستعملوا الطحين الطبيعي راهي تصلح عادي. الشرط انهم يزيدوا لها صمغ العربي او صمغ الغوار، هو اللي راح يخلي لنا العجينه كما راكم تشوفوا تكون مطاطيه. يعني يساعدنا كثير انه العجينه تكون مطاطيه وما تتفسلناش في الماء. فوالا، نبقى نزيد بهذه الطريقه، ونزيدوا باش يعني بكميه قليله، ما نزيدوش هكا بكميات، ما نزيدولهاش ضربه واحده بكميه كبيره. نبقاو دركا حنا نخلطوا حتى تتلم لنا العجينه وتولي عجينه متماسكه بهذه الطريقه اللي راكم تشوفوا فيها. اذا العجينه تاعي بعد ما لميتها ولات لي عجينه بهذا القوام. فوالا كما راكم تشوفوا فيها، تكون متماسكه وما تلصقش في يدي. هنا لازم نعجنها مليح، بهذه الطريقه. فوالا، عمليه العجن يعني ضروريه في هذه الوصفه. اذا نعجنها مليح. اذا كما قلت لكم نعجنوها مليح بهذه الطريقه. فقط العجينه كي تلموها ما لازمش تكون شايحه بزاف، لانه حطوا في بالكم بلي راح تزيد تنشف، يعني تكون متماسكه ولا تلتصق باليد، هذا ما كان، وتكون طريه باش نقدروا نعجنوها مع زيت التشيح تولي سوا. فوالا انا عجنتها يعني مليح كفايه حتى تولي رطبه. ها تشوفوها كيف تولي رطبه، ما يبقاش فيها هذوك التشققات. وهنا هذا كيس غذائي، بلاستيكي غذائي، نحطها في فيلم اليمونتير ونخليها ترتاح حوالي نصف ساعه او ساعه، يعني نتوما بهذه الطريقه. فوالا، نحطها ترتاح ونرجعوا نكملوا مع بعض. اذا هنا بعد ما ارتاحت لي نجيو مرحله الفتح. نستعين بالنشاء، نشاء الذره وليس الفارنه. نستعين بالنشاء ونحل كميه تكون وفيره بهذه الطريقه، ونحلها لازم تكون يعني رقيقه على قد ما نقدر كما راكم تلاحظوا، ولازم تكون بطريقه مستطيله وتكون شويه طويله. فوالا، بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا نفتحها يعني رقيقه على قد ما نقدر. اذا جاكم الامر صعب استعينوا باللي ساشي تحتها ولا ورق الطهي.
اذا فوالا راني حليتها، وبقطعت البيتزا قسمتها يعني على شكل مستطيل باش تجيني يعني يجوني الخطوط يعني متحوفين. عندنا لمرحله التقطيع اللي عندها الماشينه تاع الرشته تقدر تفوتها في الماشينه، واللي مش متوفره عندها الماشينه عندنا قطعه البيتزا موجوده اظن في كل بيت، وعندنا هاد الاداه ممكن تكون موجوده هي مثل قطعه البيتزا ولكن متعدده. واش نديروا اللي ما عندهاش هاد الاداه، اللي ما عندهاش الماشينه حتجيب بهذه الطريقه ونقطع خطوط طويله. هاد الشكل حنا في المنطقه تاعنا نقولوا لها المقرصه، هي مثل سباغيتي وتجي عريضه، او مثل هاد الاداه عمليه بهذه الطريقه. فوالا بهذه الطريقه، يعني اظن انه الامر يعني سهل وبسيط. فوالا فوالا بهذه الطريقه تحصلوا على خطوط بهذا الشكل كما راكم تشوفوا. اذا نجيب اون سيرفيات تكون نظيفه ونحطهم فوق لا سيرفيات تاعي او فرصه المطبخ ونغطيهم ونحط الماء يغلي، ونحطوا الماء يغلي مع شويه زيت وشويه ملح، ونلوح المقاومه تاعي اللي خدمتها او المقرطفه بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا. نلوحهم يغليو واحد 5 دقائق فقط، لا اكثر ولا اقل. بهذه الطريقه انا قلت لكم سريعه لانكم تخدموا لاباط منا و طيبوها من. فوالا كما راكم تشوفوا نحطها كامل الكميه اللي خدمتها كامل، نحطها تغلي. اذا هنا بعد 5 دقائق وهي تغلي حبيت نوريكم برك باللي راهي ما استفتتش، يعني شوفوا باللي راهي تبقى كما راهي ما استفتتش. يعني هذا هو سر يعني العجينه، انكم كي ديروها لازم تكون طريه ما تكونش ناشفه بزاف فقط. اذا هنا نجيو لي باش نسقيو الصحن تاعنا. هنا عندكم خيارين، يا اما تهزوها تحطوها في المرقه تغلي دقيقه ولا 2 باش تتنسم، او تحطوها من فوق، يعني هذا الشيء يعود راجع لكم كما حبيتوا. المرق انا يعني المرق نخلي لكم الاختيار، كل واحد كيف يحب يدير المرق تاعو. انا حنحط لكم الرابط نتاعو اللي عملته من قبل مع العجائن كما درت به تليتلي، ونتمنى تكون عجبتكم فقط طريقتي. فوالا اذا نحطو هكذا فقط. بهذه الطريقه اذا راح تحصلوا على احلى عجائن يعني مصنوعه بالبيت، وكما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. اذا فوالا هذا هو الطبق تاعي تاع اليوم اللي نقدمه لكم. نتمنى يكون عجبتكم الوصفه وطريقه التحضير، نتمنى تكون جاتكم سهله كما جاتني انا سهله، وصدقوني والله الذوق ولا اروع ولا اروع ولا اروع. اذا مع فيديو اخر باذن الله، نخليكم على خير وبقوا على خير.